Hello everyone، مرحبا بكم في اجي تتعلم انجلش. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا relative pronouns واللي هما who, which, that, whose and whom. هادو باللغة العربية هما الأسماء الموصولة، يعني هادو كيعنيو داك الذي، التي، اللذان، اللواتي، المهم الأسماء الموصولة ديال اللغة العربية هما هادو. غادي نشوفوا كل وحدة منهم وكيفاش كنستعملوها. قبل ما نبداو كنتأسف لأنني تعطلت شوية حيت مريت شوية هاد الأيامات. كيف ما كتسمعوا الصوت ديالي ماشي حسن تما، الصوت مشى لي مرة ما كنقدرش تنهضر. المهم بغيت ندير لكم هاد الدرس اليوم خفيف شوية باش ما نتعطلش وما نبقاش غابر. ايوا ندوزو للشرح. اولا عندنا who is used for people، يعني هادو كنستعملوها للانسان. وشنو هي المعنى ديال هادو بالعربيه؟ كتعني الذي، التي، اللذان، اللتان، يعني ما كيهم لا واش مذكر ولا مؤنث ولا يعني واش مثنى ولا جمع ولا مفرد، يعني المهم هادي كتعني ديك الذي التي، كتعني هادو كاملين اللي كنستعملوها للانسان. مثلا نشوفوا مثال: The kid who is eating is my brother. هادي شنو كتعني؟ الولد الذي يأكل هو أخي. The kid who is eating يعني الولد الذي. كيف ما شفتوا هنا، فهنا هو كتعني الذي لأنه كنستعملوها للإنسان. كيف ما قلنا ما كيهمناش يكون مثنى ولا جمع ولا يكون يعني مؤنث ولا مذكر، المهم ملي كتشوف الإنسان وكتبغي تعمل له واحد الضمير موصول كتعمل هو. The kid who is eating يعني الولد الذي يأكل. شوفوا مثال ثاني: People who don't feel well should visit a doctor. يعني الأشخاص الذين لا يحسون أنهم بصحة جيدة، بحالة جيدة، يجب عليهم أن يقوموا بزيارة الطبيب. يعني هنا كتعني الذين، يعني الناس الذين. who don't feel well يعني people who، الناس الذين. هذه هو الاستعمال الرئيسي ديال هو، ما فيها شي حاجه معقده. يعني فيما تبغي تستعمل شي ضمير موصول اللي يكون كيعود على واحد الانسان ما كيهمش واش مذكر ولا مؤنث ولا مثنى، اعمل له هو. ثانيا عندنا which العكس ديال هو كتعود على الانسان، انما which كتعود على الحيوان ولا يعني الجماد، يعني الاشياء، على الحيوانات ولا الاشياء. حتى هي كتعني الذي واللاتي، ولكن ما كتعنيش الذي واللاتي ديال الانسان بل ديال الحيوان ولا ديال الاشياء. مثلا look at the cat which is sitting there، يعني انظر الى القطة التي تجلس هناك. هنا the which كتعني التي، وعملنا which ما عملناش هو حيت عندنا the cat يعني القطة. هاد which كتعود على القطة، وبما ان القطة يعني حيوان ما يمكنش نعملو له، كنعملو له which. the cat which is sitting there. مثال اخر: Use your brain which is your most powerful weapon، يعني استعمل الدماغ ديالك الذي هو أقوى سلاح عندك. يعني which is كتعني الذي، يعني استعمل عقلك أو دماغك الذي. منا هنا أيضا which لأنها الدماغ هو شيء ماشي إنسان. يعني قلنا بالنسبة للحيوانات والأشياء الضمير الموصول اللي غادي تعمل لهم هو which. حتى هنا ما كيهمش واش يكون مفرد ولا جمع، كيف ما كان كتعمل له which. وثالثا عندنا that هذه كتجمع الاستعمالات ديال هو وديال which بجوج. يعني هذات تقدر تعوض بها هو وتقدر تعوض بها which، يعني كتعني في حالهم نفس الشيء. بحيث ذات نقدروا نستعملوها للانسان ونقدروا نستعملوها للحيوان ونقدروا نستعملوها للاشياء، ما كاين حتى اختلاف، يعني نقدروا نستعملوها لهم كلهم. مثلا people who work hard never fail، يعني الناس أو الأشخاص الذين يعملون بجد لا يفشلون أبدا. هنا هاد that كتعود على people يعني الأشخاص كما قلنا. ونقدروا نقولوا أيضا people who work hard، نعملوه هو في حال ونقدروا نعملوا that، ما كاين حتى اختلاف بيناتهم. مثلا مثال آخر: Bring the book that is on the table، يعني أحضر الكتاب الذي فوق الطاولة. هنا that كتعني الذي وكتعود على the book اللي هو عبارة عن شيء جماد، يعني الذي. كما قلنا هنا نقدروا نقولوا bring the book which is on the table، يعني نقدروا نعملوا which ونقدروا نعوضوها that. يعني that كتعوض بجوج، كتعوض هو وكتعوض which.
ارا دابا ندوزو نهم. هم هادي خصك تركز معايا شويه باش تفهمها. هاد هم حتى هي is used for people، يعني حتى هي كنستخدموها للاشخاص بحال هو، ولكن كاين واحد الاختلاف بيناتها وبين هو. مثلا انا غنعطيكم examples باش تفهموا هاد الاختلاف اللي كاين. مثلا نقدروا نقولوا the boy whom I met is my friend، يعني الولد الذي التقيته هو صديقي. نقدروا نقولوا the boy who met me is my friend. هنا في هذه الحالة كنعنيو الولد الذي التقاني هو صديقي. كيف ما كتشوفوا شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق في الجملة الأولى قلنا الولد الذي التقيته، يعني انا اللي تلاقيت داك الولد، يعني انا بحال انا هو الفاعل، انا هو اللي عملت داك الحاجه. بينما في الجمله الثانيه the boy who met me، يعني الولد هو الذي التقاني، هو اللي التقاني، يعني في هذه الحاله هو اللي عمل داك الحاجه، هو اللي عمل داك الاكشن. اذا كيف ما كتشوفوا هم الاستعمال ديالها هي ملي كتكون انت عملتي ديك الحاجه، وديما مرهم كيجي موراها واحد السابجيكت، مثلا اي ولا هي ولا شي ولا الاسم ديال واحد الشخص، يعني كيكون سابجيكت وموراه فيرب. كيف ما كتشوفوا the boy whom I met، يعني الولد الذي انا التقيته. ما يمكنش نقولوا هنا the boy who I met، لا خصك تعمل whom I met، يعني انا الذي التقيته ماشي هو اللي التقاني. في المثال الثاني قلنا العكس the boy who met me، يعني هذا the boy هو الذي التقاني is my friend، يعني الولد الذي التقاني is my friend. نشوفوا مثال ثاني باش نتفهموا اكثر. The teacher whom I asked is called Anwar، يعني الأستاذ الذي أنا سألته اسمه أنوار. في example الثاني عندنا the teacher who asked me is called Anwar. هنا العكس، الأستاذ الذي سألني، في هذه الحالة الأستاذ هو اللي سقساني، الأستاذ هو اللي سألني اسمه أنوار. كيف ما كتشوفوا هم كنستعملوها ملي كتكون انت هو اللي عملتي ديك الحاجة، يعني الأستاذ الذي انا سالته هنا غتعملهم، ولكن الا كان الاستاذ هو الذي سالني هنا غادي تعمل هو. اذا هذا هو الفرق ما بين هم و هو. واخيرا عندنا whose. whose is used for possession. possession هي الملكيه. نشوفوا امثله باش نفهموا هذه الملكيه. مثلا the man whose suit is black is my father، يعني الراجل اللي البدله ديالو سوداء هو الوالد ديالي. هنا the man whose suit is black، يعني الرجل الذي بدلته سوداء، الذي بدلته سوداء، يعني البدله ديالو سوداء. هنا الملكيه، يعني ديك البدله ديال من ديال المان الراجل، يعني في هذه الحاله كنعملوا whose suit كتعني الذي بدلته، مجموعين الذي بدلته، يعني هنا في الحاله الملكيه، يعني البدله ديال هذا الراجل. مثال آخر the student whose mark is higher is better، يعني التلميذ الذي نقطته عالية هو better. هنا عاود نفس الشيء، عندنا الملكية يعني النقطة ديال من نقطة ديال better، يعني student whose mark يعني التلميذ الذي نقطته، يعني عندنا الحالة ديال الملكية النقطة ديال التلميذ. وأخيرا the girl whose dress is red lives in London، يعني البنت التي فستانها أحمر تعيش في لندن. هنا نفس الحالة the girl whose dress يعني البنت التي بدلتها، ديك whose dress كتعني التي بدلتها. كما قلنا هاد whose كتعود على الملكية، يعني واحد الحاجة واحد الشيء ديال واحد الشخص. إذا هادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا فهمتوا. بالنسبة للولا هو which و that يعني ساهلين، ما فيهمش شي حاجة صعيبة، غير هاد هم او هوز خصهم شويه ديال التركيز باش يتفهموا. اذا هادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا فهمتوا والله يوفق.